السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أبطال في قناة English Community مع مستر عبد الفتاح. النهاردة عندنا درس مهم جدا جدا بيتكلم عن الجمل الشرطية if conditionals، وهنتكلم في الفيديو ده عن نوعين مهمين جدا: الحالة الصفرية اللي هي zero conditional، والحالة الأولى اللي هي الفيرست conditional. عايزين نعرف إيه الفرق ما بينهم؟ ببساطة كده الحالة الصفرية بنستخدمها مع الحقائق العامة والحاجات اللي دايما بتحصل، إنما الحالة الأولى بنستخدمها مع حاجة ممكن تحصل في المستقبل، فممكن نسميها كده حاجة مؤكدة بنسبة 80%. إن شاء الله في الفيديو ده هنفهم إمتى نستخدم كل حالة، الفرق بينهم بسهولة ومن غير لخبطة، وإزاي نطبق عليهم في جمل من حياتنا اليومية. يلا بينا نبدأ كده ونفهمها خطوة بخطوة. زي ما اتفقنا أول حالة اسمها الحالة الصفرية اللي هي اسمها الزيرو كونديشنال، ودي بتتكون من if أو when بعديها مضارع بسيط والجملة التانية مضارع بسيط. بتستخدم فين؟ للتعبير عن العادات الثابتة أو المواقف التي لها نتيجة منطقية. زي مثلا if we visit our grandparents we always have lunch together. لما بنزور جدتنا أو جدنا أو أجدادنا يعني عامة، دايما بنتغدى عندهم مع بعض. فده معناها طريقة ثابتة أو عادة ثابتة بتحصل كل مرة. تاني حاجة برضو التعبير عن الحقائق العامة والحقائق العلمية. if we boil water، لو احنا غلينا المية it into steam هتتحول لبخار. فساعتها هناخد it turns ليه؟ علشان هنا جه بعديها مضارع بسيط، والجملة التانية برضو هتبقى مضارع بسيط، والمضارع البسيط اللي هو إضافة اس أو اي اس أو اي اي اس مع هي أو شي أو ات أو أي مفرد. إنما I we you they أو أي جمع بنحط الفعل في المصدر زي ما حصل في الجملة الأولى. يبقى أنا كده عندي الصفرية بتتكون من if أو when، مضارع بسيط مضارع بسيط. طب يا مستر لو جت في المجهول بنبدأ بالمفعول، وساعتها بيتكون لو المفعول ده عندي مفرد فيبقى is أو are، وممكن نستخدم am في بعض الحالات الشاذة بيجي بعديهم التصريف الثالث. مثلا بنقول if water لو المية، كده المية هنا اللي في محل المفعول، فساعتها هنقول is heated ليه؟ علشان ده مية والمية مجهول، فبالتالي مفعول، والمفعول بيجي بعديه am أو is أو are زائد البي بي التصريف الثالث. تمام؟ طيب لو ما جاش مفعول، يعني مثلا دلوقتي عندنا الجملة في المجهول عادي جدا بس ما جاش مفعول، نعمل ايه؟ ساعتها بقى التكوين عندنا if أو when بعدها البي بي على طول. فهنا مثلا أقول if frozen على طول if frozen من غير am أو is أو are، والجملة التانية مضارع بسيط عادي. تمام؟ كده الحالة الصفرية قلنا حالة صفرية مؤكدة 100%، بتستخدم في الحقائق العلمية أو العادات الثابتة. تمام؟ طيب تاني حاجة عندنا الحالة الأولى، والحالة الأولى زي ما اتفقنا للتعبير عن مواقف قابلة للحدوث ممكن تحصل بنسبة 80%، بس برضو ممكن ما تحصلش لأنها مش مؤكدة. عندنا مثلا هنا بتبقى if أو unless بيجي بعديها مضارع بسيط، والجملة التانية will أو can أو may أو might أو must أو should زائد المصدر. زي ما احنا شايفين عندنا بدائل كتير جدا لويل. تمام؟ ليه؟ لأنها ممكن، ربما، ممكن يجب، ممكن للنصيحة، ممكن الاحتمالية. فالمهم إن ده كله ممكن يجي بعد الجملة التانية. المهم عندنا if بيجي بعديها مضارع بسيط، والجملة التانية بتبقى will زائد المصدر. الحالة الصفرية بتستخدم في حقيقة عامة، تمام، إنما الحالة الأولى بتستخدم في موقف محدد، وهنا ممكن نحددها مثلا بكلمة this أو that أو this أو tonight أو today. دي مهمة جدا جدا. طب نفهمها إزاي؟ خدوا بالكم بس معايا إن أنا مثلا شايفين if it rains heavily streets wet. هنا جاب لي الجملة خالص من غير حاجة من دول، من غير كلمة this ولا that ولا this ولا tonight ولا today، مفيش أي حاجة. ساعتها هختار مين؟ هختار الصفرية اللي هي مضارع بسيط مضارع بسيط. إنما لو لقيت حاجة من دول ساعتها هختار will زائد المصدر اللي هي الحالة الأولى. if it rains heavily tonight جاب لي كلمة tonight أهو، ساعتها هختار مين؟ will زائد المصدر. يبقى لو جاب لي حاجة من الحاجات دي هستخدم الحالة الأولى، إنما ما جابش هستخدم الحالة الصفرية. تمام؟ طيب تمام جدا. كده احنا بالنسبة لنا هنا أخدنا الحالة الصفرية والحالة الأولى. تمام؟ دلوقتي بقى إن شاء الله دورنا
هنكتب في الكومنتات جملة حقيقية عامة نستخدم فيها الزيرو كونديشنال، ونكتب كمان جملة بتستخدم أو عن المستقبل باستخدام الفيرست كونديشنال، حاجة ممكن نستخدمها في الحالة الصفرية وممكن جملة تانية بنستخدمها في الحالة الأولى. تمام؟ محتاجين إن شاء الله نتدرب عليها، واستنونا في الفيديو الجديد على الحالة التانية والحالة التالتة.